ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده مع بعض هنعمل بلح الشام بطريقه جميله جدا وبسيطه. امشوا معايا بالخطوات، هتاكلي احلى بلح الشام من ايد شيف سامي الحشاد بطريقه جميله جدا وهشه جدا وجميله. معايا كوبايه وربع من الدقيق، معايا رشه ملح، معلقه صغيره من السكر، 4 معالق كبار من الزيت، يعني ربع كوبايه من الزيت، معلقتين كبار من النشا، كوباية مية، تمام، وثلاث بيضات. تمام كده حلوين. بس كده ده المكونات بتاعت البلح الشام. حاجة واسعة حاطينها على النار، هننزل بالمية، تمام، وهننزل بالزيت. الدقيق هنحط عليها السكر والنشا ونقلبها المواد الجافة دي الأول لغاية اما المية والزيت ايه يسخنوا يعني ويفوروا معايا. هنبدأ نحط المواد الجافة. تمام كده حلوين. نزلنا بالسكر والنشا مع بعض والملح، تمام. هننزل بقى بالدقيق زي ما انتوا شايفين كده. واهم حاجة الخطوة دي لازم معلقة خشب تشتغلي بيها الوصفة، تنك تقلبي فيها لغايه اما العجينه تستوي معاكي. لازم اهم حاجه تستوي كويس، وكمان مش يبقى فيها دقيق ولا اي حاجه خالص زي ما انتوا شايفين معايا في الفيديو. ايديكي مستمره يعني تحركي معاها على طول لغايه اما تلمي معاكي وتمسك الباكوره. واهم حاجه لازم تبرد تماما. لو فيها يعني سنه حراره شويه عادي. تمام. في نفس البوله هنزل بخل، معلقه خل في البيض، والفانيلا سايله او بودره حسب ما المتاح عندك زي ما انت شايفه كده. اهم حاجه الخل بيديكي هشاشه حلوه، وكمان بيضيع اي زفاره بيض. تمام كده حلوين. هننزل بقى بالبيض بتاعنا واحده بواحده، ونقلب بالمعلقه. لو عندك مضرب كهرباء ممكن تعملي بيها عادي، مفيش اي مشكله. مضرب كهرباء، معلقه الخشب برضو مفيش اي مشكله. بس اهم حاجه لازم تعملي بلح الشام عجينتها يبقى حلوه جدا. طبعا عجينه بلح الشام بيبقى ماسكه شويه، عارفين ازاي؟ يعني تحسي ان هي ماسكه شويه. تمام. زي ما انتوا شايفين كده معايا كيس حلواني. ابدا بقى احط بيها عجينه البلح الشام. واهم حاجه لازم يبقى زيت بارد تماما، مش بنحطه على النار الاول، لا، بنحطه وهو بارد زي ما انتوا هتشوفوا معايا في الفيديو. وطبعا السيرب بتاعنا بنعمله عادي. انا السيرب اللي انا عملته حطيت عليه رشه، يعني حاجه بسيطه من الزعفران كده عشان يديكي لون جميل جدا. هتشوفوا معايا في الفيديو. معايا مقص، ببل المقص كده من مسحه من الزيت، وابدا احط البلح الشام كده اقطع منه. لو واحده اتعوجت منك او مش شكلها مش حلو كده عادي، ممكن تشيليها وتكملي وتعملي بيها الاشكال اللي انت عايزاه. بلح الشام سهل جدا، بسيط جدا، وطعمه حلو جدا، وكمان هش جدا ومقرمش. وبصوا يعني عظمه. بس انا بقى في الاخر طعمته بحاجه بسيطه جدا بالنوتيلا وفستق مجروش، وكمان ايه تاني يا سهام؟ رز الهند. تمام كده. ابدا بقى اقص كده بالمقص زي ما انتوا شايفين كده. مش لازم املي الطاسه، لا لازم بحطها على النار زي ما انتوا شايفين كده. انا ولعت الفرن، قصدي عفوا ولعت البوتاجاز خلاص كده عشان يبدا يستوي معايا. طبعا النار هاديه جدا، مش نار لازم عاليه. معايا بقى بوله وفيها مصفى عشان لما احمر البلح الشام احطها على السيرب، وبعد السيرب بحطها على المصفى تتصفى منه للسيرب عشان تلاقيها كده مقرمشة وطعمها حلو. مش يبقى فيها عسل لا لازم، يعني السيرب لا لازم. تمام. طبعا مش بنقلب البلح الشام لغاية اما تلاقيه كده عام كده من وش الزيت كده زي ما انتوا شايفين معايا كده. وابقى احمر عادي مفيش اي مشكلة. بعد كده بأدي اللون اللي انا عايزاه، اللي انت عايزاه تحمريه. بعد كده انا طفيت بقى النار بتاعي البوتاجاز، وابدا بقى احط البلح الشام بتاعي على السيرب. تمام. طبعا انا طفيت كده النار عشان النار زيت يبرد، واعمل تاني. اعمل لي كمية حلوة جدا، كمية كويسة جدا، وبجد 10/10. بعد كده يا حلوين بدأت بقى حطيتها على السيرب، اقلبها تقلبتين كده من فوق لتحت، وبعد كده احطها على مصفى عندك. تمام. عشان يصفي منها العسل بتاعنا زي ما انتوا شايفين، عشان بتلاقي كده اللون حلو
وكمان مقرمش وطعمه جميل، كان ريحته خطيرة. طعمه جميل جدا، مش كامل معايا وقت كتير ولا اي حاجة. ممكن تعمليها في رمضان بقى على طول عادي، بقى رمضان عايز بقى حلويات الشرقي بقى ايه، ان شاء الله هنعملها ان شاء الله مع بعض. شايفين بقى لون البلح الشام؟ بس كده. بلح الشام سادة. بلح الشام عملته بالفستق والنوتيلا وجوز الهند بطريقة جميلة وحلوة جدا. ان شاء الله اتمنى الوصفة تعجبكم والحلقة تعجبكم. شايفين؟ بصوا عظمة ولونها، بصوا 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 بصوا. يعني بصوا هشة جدا، هشة جدا جدا. بس كده يا حبايبي، اتمنى ان شاء الله الحلقة تعجبكم واللي جاي احلى ان شاء الله مع مطبخ الشيف سهام الحشاش. كل سنة وانتم طيبين، ورمضان ان شاء الله كريم عليكم بالخير وبالسعادة بكل حاجة حلوة. باي باي يا حبايب قلبي، باي باي.